ايام قليله ويبتدي كاس العالم للانديه بمشاركه النادي الاهلي الثالثه ليه على التوالي والثامنه في تاريخه. وهيطلع لي حد مش متابع الاحداث قوي يقول لي ازاي النادي الاهلي شارك في كاس العالم للانديه ومش هو حامل لقب النسخه الاخيره. لو انت مش متابع الاحداث فانا مش هبخل عليك وهقول لك المعلومات. الدوله اللي بتستضيف كاس العالم السنه دي هي المغرب، ولوائح الفيفا بتنص على عدم مشاركه فريقين من نفس البلد، فالوداد المغربي بيشارك بصفته نادي الدوله المستضيفه، وبالتالي الاهلي بيشارك بصفته وصيف بطل دوري ابطال افريقيا. اول مشاركات النادي الاهلي في كاس العالم كانت سنه 2005 وحصل على المركز السادس، 2006 قدر ان هو يحصل على المركز الثالث، 2008 حصل على المركز السادس، 2012 حصل على المركز الرابع، 2013 حصل على المركز السادس، و2020 و2021 قدر ان هو ياخد برونزيه كاس العالم ويحصل على المركز الثالث. معظم مشاركات الاهلي في كاس العالم كانت مرتين على التوالي، تيجي على الثالثه وتقع. اما المره دي فبيحقق رقم قياسي بالمشاركه الثالثه ليه على التوالي. طبعا بنتمنى ان الاهلي يلعب اداء قوي جدا، يقدم بطوله استثنائيه وتنتهي بفرحه كبيره لجمهور الاهلي. اول مواجهه للنادي الاهلي هتكون يوم 1 فبراير مع اوكلاند سيتي، الفايز منهم هيقابل سياتل ساوندرز الامريكي، والفايز في اللقاء ده هيقابل ريال مدريد في نصف النهائي. ونتمنى طبعا ان الاهلي اللي يفوز علشان مباراه ريال مدريد دي بطوله ثانيه لوحدها. وده ملخص سريع لمشاركات الاهلي السابقه في كاس العالم والمشاركات المحتمله في كاس العالم للمغرب. اول مواجهات الاهلي هتكون مع فريق اوكلاند سيتي. تعالوا بقى نعرف شويه معلومات عنه. الفريق ده بيتصدر قائمه اكتر الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه، دي المشاركه العاشره دي. كمان اكتر الفرق اللي لعبت في كاس العالم لعبت 14 مباراه. اوكلاند سيتي بيتصدر الدوري النيوزيلندي ب 28 نقطه، وكذلك الاهلي متصدر الدوري المصري. كمان الفريقين بيلعبوا بنفس طريقه اللعب 4-3-3. ابرز اللاعبين الموجودين في اوكلاند سيتي اللاعب الارجنتيني إيميليانو تادي، ده عنده 34 سنه، لكن اكتر اللعيبه اللي قدرت انها تحرز اهداف في كل البطولات اللي بيشارك فيها الفريق في الموسم. فقدر في الموسم اللي فات يحرز 19 هدف ويصنع 4 اهداف في 30 مباراه. والتاني ابرز اللعيبه عندهم هو كاميرون هايسون، وده عنده 28 سنه، بيلعب في خط الوسط والسجل التهديفي بتاعه عالي، فقدر الموسم اللي فات يحرز 11 هدف ويصنع 7 اهداف في 29 مباراه. وعموما مش دي اول مره نلعب فيها اوكلاند سيتي، لعبناهم قبل كده في 2006 في اليابان وقدرنا نفوز عليهم بثنائيه فلافيو ابو تريكه. ان شاء الله زي ما قدرنا نتخطاه في 2006 نتخطاه كمان في 2023.